السلام عليكم. الاهلي فاز على الزمالك وفاز بكاس مصر للمره ال 39 في تاريخه في الرياض بنسخه استثنائيه من كل حاجه، من مورينيو اللي شفناه في الاستوديو، من توتي اللي شفناه لابس تيشيرت الزمالك، من كمان رونالدو لابس تيشيرت الاهلي، عمرو دياب في الملعب من غير حزام، يعني حاجات كتير جدا كده. المهم يعني المباراه اثبتت حاجات كتير، بغض النظر ان المباراه المستوى الفني بتاعها لا يليق ان هو ممكن يكون جيد، هو كان متوسط وفي بعض الحياة يعني بعض الاحيان كان يقرف، عشان بس نبقى متفقين مع بعض. ولكن خلينا نتكلم على بعض الحاجات اللي المباراه دي اثبتتها، او ازاي الاهلي كسب الزمالك في المباراه دي. المباراه يعني ما كانش فيها الفنيات الواو للاسف. المباراه الشوط الاولاني كانت سيء جدا، الشوط الاولاني بتاعها كان يعني اللعيبه كلها تقريبا قاعدين في يعني في 30 40 متر فقط كده، اللعيبه كلها متمركزه في نص الملعب، ما فيش اي كور خطره. يمكن الزمالك كان ليه كوره بتاعت زيزو، والاهلي كانت كوره لعمرو السوليه، وكان في كوره ثانيه للزمالك كمان لولا تالق مصطفى شوبير اللي هو انا شايفه واحد من اهم نجوم المباراه. والراجل ده منافس قوي جدا لمحمد الشناوي على حراسه مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. يمكن من ساعه ما الشناوي موجود انا ما شفتش من وجهه نظري حارس مرمى قادر ان هو يقعد الشناوي او يكون منافس قوي للشناوي غير مصطفى شوبير. لا بقى عواد ولا ابو جبل ولا مفيش الكلام ده كله. الراجل بامانه بيأدي بشكل كويس جدا، الولد ده موهوب بشكل ممتاز، هو فعلا يعني مش ابناء عاملين ولا اي حاجه من الهجص اللي كان بيتقال ده كله. الراجل ده متألق بشكل كبير جدا، وبصراحه انا ما كنتش خايف منه من المباراه، يعني مباراه ونهائي كاس واجواء والكلام ده كله، ولكن انا ما كنتش مقلق من مصطفى شوبير ولا 1%. انا كنت مقلق من الاثنين اللي قدام، والحمد لله الاثنين خذلوا الواحد، يعني سواء عبد المنعم او رامي ربيعه، الاثنين قدوا مباراه كويسه. المباراه كمان ما كانش فيها الفنيات الواو يعني، رغم ان الزمالك كان ضاغط والزمالك كان احسن يعني اغلبيه وقت المباراه، ولكن الاهلي عاقب الزمالك على عدم استغلاله لسيطرته اللي كانت موجوده على المباراه. يعني الزمالك شفناه الشوط الاولاني مسيطر بشكل كبير جدا، الشوط الثاني كان احسن كمان من الشوط الاولاني رغم اصابه زيزو وخروجه ونزول شيكابالا. تغييرات الزمالك كمان وخصوصا تغيير ناصر ماهر فرقت جدا مع اداء الزمالك على الشكل الهجومي في الشوط الثاني. ولكن زي ما قلنا الزمالك مفتقد لمهاجم، يعني سيف الدين الجزيري النهارده بعد نزوله حتى، يعني ناصر منسي الراجل مجتهد بس ما هواش مع كامل احترامي ليه ما هواش مهاجم نادي الزمالك، يعني راجل مجتهد وكل حاجه، لكن مش هو المهاجم من نادي الزمالك مستنيه. نفس الكلام بالنسبه لسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري للاسف يعني في كام كوره كده كان مستواه فيهم سيء جدا جدا. يمكن الكوره كمان اللي جت فيها شد لرامي ربيعه، الكوره دي ما تخلصها يا عم، في ايه الكره تخلص عادي جدا، يعني تاخد الكره بدماغه وكمل يعني. فلا الزمالك محتاج مهاجم، محتاج مهاجم، خلينا متفقين على الموضوع ده. الزمالك محتاج مهاجم وبصوره عاجله جدا. الزمالك يعني ما اداش بالشكل الامثل او ما اشتغلش الفرص اللي كانت موجوده بالشكل الامثل. يمكن مصطفى شلبي واحد من احلى الماتشات اللي شفتها دي مع الزمالك من ساعه ما جه اصلا. زيزو رغم اصابته الشوط الاولاني لكنه كان عامل قلق، وطبعا ده حظ سيء للزمالك. عبد الله السعيد ما جاش المباراه غير تقريبا 10 دقايق بس في اول الشوط الثاني فقط. انا ما شفتش عبد الله السعيد تماما الشوط الاولاني، كانت في رقابه لصيقه عليه من جانب السوليه. طيب لو هنتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما جاش المباراه تقريبا، يمكن الاهلي ما لعبش غير اخر 10 دقايق في الماتش، يعني من الدقيقه 80 وانت طالع والسبع دقايق بتوع الوقت الاضافي فقط. فقط بمعنى الكلمه. الاهلي كان سيء جدا طول المباراه، كان في ميس باص كتير جدا في نص الملعب، يمكن ثنائيه السوليه ونيدفيد ما هياش احسن ثنائيه للاهلي خالص. يمكن كمان لو هنتكلم على حسين الشحات اللي اضطر ينزل يستلم من نص الملعب ويتحرك بعرض الملعب لناحيه بيرسي تاو علشان طبعا ما فيش اي كور واصله له. يمكن امام عاشور الشوط الاولاني كان مضغوط عليه بشكل كبير جدا، ضغط جماهيري، يمكن شفنا كان كل ما استلم الكوره جمهور الزمالك بيصفر عليه. ما كانش او كان الموضوع ده مأثر عليه بشكل كبير جدا الشوط الاولاني. لكن الشوط الثاني تحرر، يمكن كمان بعد الهدف ما جابه تحرر من الضغط اللي كان عليه، وشفناه قدر ان هو يسجل هدف الاهلي الاول السليم 100%، وكمان قدر ان هو يصنع الهدف الثاني القفشه اللي حطها يعني على طريقه خالد بيبو في مباراه 6-1. تحس ان هو لكن ضربه جزاء كده ما اعرفش ازاي ظبطها ان هي تيجي كوبري من احمد فتوح وتخش الجول مع بعض. ولكن قفشه تحس ان هو سبحان الله يعني هو مرزق قدام الزمالك. يعني انا اقسم بالله انا فاكر اي حاجه قفشه عملها من ساعه جول القضيه الاولانيه اللي جابها في الزمالك في 2020 لحد النهارده. تقول لي ايه عمله قفشه؟ انا مش فاكر له حتى جوان جابها مع الاهلي.
لكن هو سبحان الله هو مرزق في ماتشات الزمالك، ومرزق مع الزمالك يوم الجمعه، ومرزق في حاجات كتير جدا. فالراجل ده ضمير ابيض زي ما بيقولوا يعني. يمكن الاهلي ما اداش بالشكل الامثل، لكن المباراه دي ادت الاهلي ختم النسر كده. الاهلي فريق بطولات، الاهلي في اسوأ حالاته يقدر ياخد بطولات، زيه زي ريال مدريد بالظبط مثلا بالنسبه لاوروبا. يمكن ريال مدريد مش هو احسن سكواد في اوروبا، ما هوش احسن فرقه، ورونالدو مشي وبنزيما مشي واكتر من لاعب مشي. ريال مدريد بيعرف ياخد بطولات وبيعرف يكسب بطولات وبيعرف يكون متصدر الدوري في اسوأ احواله. نفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي، في فرق بتبقى فرق بطولات، وزي ما ناس كتير بتتكلم او بتقول البطولات بالذات او ماتشات النهائيه تكسب ولا تلعب. يمكن مورينيو كمان كان في الملعب النهارده بيقول اجواء المباراه اجواء مباراه نهائيه، يعني مفيش فنيات كتير، مفيش لعب كتير، مفيش تحركات كتير، مفيش هجمات كتير في المباراه. ولكن خلينا نتكلم برضو او ما نبخس كولر حقه. تغييرات كولر يمكن كمان بعد ضغط الزمالك وسيطرة الزمالك وبعد تغيير ناصر ماهر المدرب الزمالك عملها، كولر بدأ يحس بالخطر. كولر بدأ يحس ان الثنائيه اللي موجوده في نص الملعب او نص الملعب خلاص بدأ يتسحب منه واحده واحده، رغم ان نص الملعب كان مسحوب منه تقريبا من الشوط الثاني او من نص الشوط الاولاني كمان، وهو مسحوب منه نص الملعب لصالح نادي الزمالك. تغيير قفشه كانت موفقه جدا، يعني الراجل نازل قلب الماتش 180 درجه، حرر امام عاشور من الضغط وان هو كان لازم ينزل يساند مع السوليه وكريم نيدفيد. السوليه رغم ان هو بعيد بقاله فتره ولكن ادى بشكل كويس جدا، كريم نيدفيد ادى بشكل كويس، لكن برضو تغييرة مروان عطية فرقت كتير جدا في نص ملعب النادي الاهلي. يعني تغييرات انا شايف انها اتاخرت شويه. تغيير مودست بكهربا مش هي تغيير الواو، يعني ان كهربا برضو مظلوم المباراه دي، ما وصلتلوش كور اصلا عشان يتم اختباره من خلالها. الراجل ده ضيع ولا ما ضيعش، هو يعني سواء مودست ولا كهربا الاثنين ما عملوش حاجه في الماتش، لان الاثنين ما جاتلهمش حاجه في الماتش. بيرسي تاو كان يعني ما كانش احسن حاجه في المباراه النهارده، وتغيير عمر كمال عبد الواحد ببيرسي تاو يعني تغييره كلاسيكيه شويه، يعني تغيرت المكان من مكان، ما فيش فرق كبير. ولكن كان عمر كمال عبد الواحد دفاعيا كمان يعني بيدافع شويه مع محمد هاني احسن من بيرسي تاو. يعني لو كنا بنتكلم كمان عن علي معلول قدم مباراه ممتازه من وجهه نظري. وان كان يعني انا شايف كده بصراحه، شايف ان علي معلول لو كان هو الصفقه الابرز للاهلي ال10 سنين اللي فاتوا، فامام عاشور هيبقى هو الصفقه الابرز للاهلي ال10 سنين الجايين. ولو كمل بهذا المستوى امام عاشور اللاعب الوحيد اللي في الملعب اللي يقدر يصنع الفارق، اللاعب الوحيد اللي في الملعب اللي تحسه فارق عن اللعيبه اللي جنبه. انا بتكلم بمنتهى الصراحه بدون التحيز لاهلي ولا زمالك، لكن امام عاشور صفقه تاريخيه للنادي الاهلي لو كمل على نفس اللي هو مكمل فيه ده. انا زي ما بقول علي معلول الصفقه الابرز للاهلي من 2016 لحد دلوقتي او خلال 10 سنين اللي فاتوا. امام عاشور هيكون هو الصفقه الابرز للاهلي ال10 سنين اللي جايين. صفقه ممتازه جدا للاهلي، يعني الراجل ده تقله ذهب في الملعب زي ما بيقولوا. نجم المباراه الاول مصطفى شوبير، يعني انا شايف برضو كل مدى ما بيثبت وبيحط رجله في الملعب اكتر، وزي ما قلت انا شايف ان ده المنافس الوحيد للشناوي على حراسه مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. هارد راك للزمالك قدم مباراه كويسه جدا، ولكن زي ما كنا بنتكلم ان المباراه دي تكسب ولا تلعب، والاهلي عاقب الزمالك على اهداره الكثير والكثير من الفرص في المباراه دي. يمكن كمان الشوط الثاني الزمالك ضيع فرص كتير جدا جدا. الاهلي كان يعني لحد دقيقه 80 ما كانش بيأدي بالشكل الامثل في المباراه، ولكن الاهلي عرف ازاي يكسب المباراه. كولر عرف ازاي يغير تغييرات صح تفرق في نتيجه الماتش. فمبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. وده كان ملخص نهائي كاس مصر 2023 2024. السلام عليكم.